تأثرا بالكلام الحلو اللي لسه سامعينه من عمرو دياب. ايوه استاذ هقول لك وحشتيني يا بطيخ. وانت كمان. ايه بطيخه الاغاني دي يا بطيخ؟ حلوه قوي يا خرابي. يعني لسه كنا بنقول الاستاذ عمرو دياب راح فين. لا استاذ عمرو دياب موجود بقوه. فاجئنا كلنا. مش جاي عادي مش جاي عادي. ده انا مفاجاه جامده. الفكره دايما ان عمرو دياب بالنسبه لجن واي بيبقى دايما مرتبط كان معانا بالصيف. يعني ما يبقاش الصيف صيف من غير ما ينزل، انا اسفه في التعبير، مش هقول ألبوم زيكم، هقول شريط كاسيت. احنا كنا بنستنى شريط الكاسيت بتاع عمرو دياب. انا اسفه شريط الكاسيت. شريط الكاسيت ينزل يبدا بقى الصيف نشوف هنعمل فيه ايه. اوكي. فاحنا كان لازم كده صيف، يعني اول حاجه شريط عمرو دياب، تاني حاجه نروح بقى المصايف ونبدا بقى نشوف حكايات جديده، قصه جديده، نتعرف على ناس جداد. طبعا ناس مش بنات عشان يبقى الكلام واضح. عشان مفيش اي نوع من انواع الاستنباط واضحه. انتوا بقى عمرو دياب مرتبط معاكم بالصيف برضو زي حالتنا، ولا ايه علاقتكم بعمرو دياب كجنزي؟ ايوه لا احنا يعني وعمرو دياب موجود في حياتنا بس مش صيف. يعني الصراحه عمرو دياب ممكن يكون رمز حاجات تانية كتير، بس في حته من الرموز الكتيره دي لاف كده. لاف ستوري. يس هي دي القصص اللي بتبدا قصص وبعدين تقلب بقى. صيفنا ساحل يعني دي موضوع تاني بقى. اوكي. قولي لي بقى، بما ان احنا يعني جبنا سيره الصداقه ما بين الولاد والبنات وكده، انا عايزه اعرف انتوا كجان واي الموضوع كان عندكم بيبتدي ازاي يعني؟ طيب احنا كنا بنبقى يعني غلابه الى حد ما بالنسبه للجيل بتاعكم، ده رايي معلش. مش رايي معلش. اتفضلي حضرتك. طيب فكنا مثلا ممكن نبقى يعني نلبس وبتاع وننزل نتمشى مثلا لو احنا في مارينا، عشان مارينا دي كانت زي مراسي كده اليومين دول والحاجات دي كانت هي المارينا. مش مستوعبه ان انتوا عندكم كان مارينا. لا هي مارينا دي كانت التوب يعني. فكنا نلبس بقى ونعمل وكده وننزل بقى نتمشى مثلا في مكان ما في مارينا نفسها، وبقى تعكسنا مثلا. ممكن طبعا لازم نبدي الاول اعتراض انه يعني ايه تعكسني يعني اديك على بقك. ما ينفعش، انا مؤدبه، انا بتعكس، انا مش هرد عليك طالما انت بتعكس. فما كناش بنرد طبعا على اي حد، ما كناش بنحاول احنا نتعرف على حد. يعني كانت البنات اللي تحاول تعمل ده لما تاخد هي الخطوه، كنا احنا كجيل بنبص لها هو ايه ده انت ازاي عملتي كده، ازاي عرفتي تاخدي الخطوه وانت يعني معناه مش مؤدبه ان انت عملتي الخطوه دي. يعني مش عارفه، مش يعني حاسه في وجهه نظرنا احنا، هو طبعا انا مع ان الولد هو اللي يبادر وكده، ده الطبيعي. بس كون البنت تعمل كده بحسها في جيلنا احنا جريئه. عندكم انتوا بقى؟ لا احنا كان ما ينفعش. لا عيب يعني، فرق الاجيال واضح اظن. ولو البنت ليها كذا صديق مش هقول بوي فريند، صديق عادي. لو ليها كذا صديق تبقى برضو يعني عليها question marks. لا اله الا الله. لا وانتوا جيل بتحبوا question marks جدا. لا والله يتربينا على انه ما يصحش وعيب، ويعني ايه تخرجي في جروب، ويعني ايه يبقى معاكي ولاد، ويعني ايه الكلام ده، لا ما ينفعش. اوكي. فلو واحد او كده انت يعني نص محترمه او نص بتاع، لان انت بس طفلي واحد. مش مشكله بقى بتعملوا ايه، بس اكتر من واحد لا ما يصحش. ماشي. بس هقول لك انا بقى احنا بنعمل ايه. قولي. احنا ما بنتمشاش في حته. هم اللي بيجوا لنا. احنا ما بنتمشاش يعني هم اللي بيجوا. الواحد صحيت على بس احنا في دلوقتي ابلكيشنز كتير، والدنيا السوشيال ميديا سهلت الموضوع جدا. برضو الفريند كوست، انا عارفه ان كان في على ايامكم، لو قولي لي برضو لو انا غلط، في اللي هو الحوار المنتديات والبيجز، اللي مش بيجز يعني حاجه اقرب لفيسبوك بس هو مش فيسبوك. بصي وسيلة. انا مش فاكره كان اسمه ايه بصراحه، بس كان في حاجه كنا ممكن ندخل نتشات عليها، بس برضو تخشي مغيره اسمك، مغيره صوتك، مغيره بياناتك. له الخلف. محدش يشوفني ومحدش يعرفني. هو لو جوزك هيعرف بس تمام. ما هو برضو كان لسه احنا عندنا فكره ان اللي هيتجوز ثرو اوت الانترنت فهو برضو شخص عليه question mark يعني. ازاي وفكره الرجاله لما كانت بتدخل على الحاجات دي برضو وتتعرف على حد ساعتها، كان برضو اللي هو انتي داخله هنا ليه،
هو اوريدي حاطط عليها كويستشن مارك. يعني هو ما اصل كنت لسه هسأل مين حاطط كويستشن مارك. ما هي مش لازم مصر كلها تعرف. هي النظره يعني احنا كاصحاب لو واحده قالت للتانية انا دخلت وتعرفت عليه ثرو اوت اللي مش فاكره كان اسمه ايه ايامها، فتلاقينا بصينا لبعض اللي هو لا عليكي كويستشن مارك، يعني تخش كان عيب ما يصحش ايه ده. اوكي. وفي نفس الوقت هو برضو يعني الرجاله كانت لما بتدخل تتعرف على ناس ثرو اوت الوات ايفر ده اللي كنا بنتكلم عليه، كان برضو نفس الفكره اللي هو لا انت فيكي حاجه غلط بقى، انت فيكي حاجه مش مظبوطه يعني. ما كانش فيه هدفهم مش نبيل، ما كانتش الفكره زي دلوقتي، ما كانتش الحاجه دي. احنا دلوقتي كلنا عندنا بيجز وبروفايل بيكتشرز وبنحطها عادي بتاعتنا ونحط داتا عننا عادي وكده. الكلام ده كله دلوقتي بالعكس ما نقدرش نعيش من غيره. اوكي. لكن على ايامنا كان تاني عيب ما يصحش. لا يعني دي طريقه سهله والله يعني، بس ماشي. طب انتوا مش هقنعك انا ان دي حاجه عاديه. لا ليه؟ ما احنا دلوقتي شايفاها عادي. لا انا بتكلم ان ده كان فروق بيننا وبينكم، ده كان على ايامنا عيب وعلى ايامكم ما نقدرش من غيره. طب انا عايز اسالك سؤال. انا مره كده كنت قاعده مع ناس صغننين وقالوا لي انه ممكن يتعرفوا على بعض ثرو اوت مثلا الفيسبوك من غير ما يبقوا عارفين بعض، يعني هم بيخشوا على حاجه اسمها نير باي فريندز او مش عارفه، وبيلاقوا بعض فيبداوا الاول يتشاتوا مع بعض فيا الفيسبوك، اند ذن بقى لما بيقعدوا سوا بيقعدوا ايه يعني اذا في اوبشن وردينا وبقى في كلام فممكن بقى نتعرف فعلا ونقعد مع بعض. اوكي. الكلام ده صحيح؟ يس. ده في ابلكيشنز اصلا دلوقتي دي هدفها مش فاكره يا ربي كان اسم الابلكيشن اي جيس بامب. هو انت وانت قاعده تشيكينج الموبايل بس كده نشوف بقى مين حواليكي فيه بامب فيه بتاع ودوسي عادي يعني. طيب وانتوا عادي بتقبلوا؟ مش بتكلم عليك انت طبعا، بنتكلم على الجنة عموما. دي حاجه عاديه ولا برضو بتبص لها بكويستشن مارك؟ يعني مش عارف هو ككويستشن مارك لسبب اصل احنا يعني ما نعرفش بعض، فانا مش عارف، بس بتهيألي دي وجهة نظري كجيل بقى. لا حاسه انه ده عادي. طريقه من طرق التعارف. فانا لو اوريدي رفعت عيني مثلا ولقيته لطيف او ظريف او ما عنديش مشكله فانا ممكن اجوه عادي واتكلم معاه وهو يتقبل ده. بالظبط. كأن حصل ما بينكم موقف ما، يعني مش شرط يكون في يعني اقصد ان التكنولوجيا بس هي سهلت الموضوع. هاي ليلى وحشتيني موت. هاي ازيك؟ ايه الاخبار؟ يا سيدي احرجتيه موت. ليه ما بصيهوش؟ تمام. طيب انت من الناس اللي شايفه ان الصداقه ممكن تفضل صداقه بين ولد وبنت، ولا مفيش حاجه اسمها صداقه بين ولد وبنت وعاده ما بتقلب حب او كده؟ هو التجارب اثبتت ان ده سوري يعني معلش بصراحه اوافقك يا جنزي. يعني انا اوافق برضو معاكي ان الصداقه بتقلب عاده. لو صداقه بجد بالمعنى الحلو بين الولد والبنت بعد فتره مش بيعرفوا يستغنوا عن بعض فهي بتقلب. ايوه فهماكي. خلاص انت اوريدي حد فاهمك، فاللي هو يعني واي نوت فهمني وعارف كل حاجه، صديقي بقى عارف كل حاجه وفهمني. وبعدين ده ممكن لو مثلا العلاقات بين الزوج والزوجه او بين اي حد وتاني ممكن يبقى فيه شويه تحفظات او حسب بقى هما اتقابلوا ازاي او صالونات مش خدوا على بعض ما خدوش على بعض فممكن يبقى فيه جابس، لكن حتى لو صغيره. لكن الصديق ده بيبقى دخل في حتت اللي هو لا خلاص فانت عاده هتقلب. عشان كده ما مش يعني ده موضوع هتهاجم بس عادي. بس انا حاسه دي مشكلتنا كجيل برضو، فكره جواز الصالونات. ما هي ما لازم حد ابقى فيه زي ما بتقولي ليها الفاونديشن ده ما بيننا عشان نبقى بعد كده في حياه كويسه الى حد ما. تمام. بس فده بيسهل كتير يعني. وعامه على ايامي كان جواز الصالونات انقرض الى حد ما، يعني كان موجود بس حبه صغيرين، ما كانش موجود بقوي يعني. ما كانش يعني من اللي حواليا مثلا اللي قبل 2 مثلا من الجروب اللي اتجوزوا صالونات، لكن بقيه الجروب كله البنات كله كان له قصص يعني. راجع تاني للاسف الصالونات انا شفته كتير. نقعد في الكافيه اتفرج. يلا ربنا معاكم. طيب يعني الصداقه عاده بتقلب حب، فيا بنات خدوا بالكم اللي عندها صديق خدوا بالكم. طب هسألك سؤال كمان. طب انا عندي صديق وهو صديق في زون الصديق واتخطبت، اوكي، هل بيفضل الصديق موجود عادي ويبقى الخطيب ده او جوزي متقبل فكره ان انا عندي صديق، ولا في الجيل ده لا؟ عشان احنا على ايامنا برضو مش كويستشن بيبقى صاروخ بقى هنا في العضل يعني مش هينفع.
ما تفكريش يعني باي شكل من الاشكال ان يبقى ليكي صديق، عشان مش بقى بقول لك بتكرس. فاحنا برضو ما ينفعش يبقى عندي صديق واذا انا ست متجوزه. ايوه فهميك. فهل انتوا كجيل ممكن يتقبل الزوج ان يبقى في صديق في حياه مراته عادي؟ هو برضو تو ليميت، يعني هو طول ما الدنيا فيها ليميتس دي حاجه حلوه. ده بقى بره عن اي جن وبره عن اي حاجه، في ليميتس. لا ما كانش في لا ما فيش اوبشن الليميتس. يعني في انا زملاء، فاهمه في فرق بين الزميل، ركزي في فرق بين الزميل والصديق. لو انا عندي زميل عادي جوزي يبقى عارف عندي زملاء في شغلي في حياتي، بتعامل مع زملاء. لكن انا بتكلم على الصديق اللي هو هقعد ارغي معاه احكي له حاجات كده، ده صديق في زون تاني. هل الازواج دلوقتي ممكن يتقبلوا فكره ان الزوجه يبقى ليها صديق؟ تعرفي قولي، ما تعرفيش قولي ما اعرفش. لا عارفه، بس هقولك يعني حاسه ان هم احنا كجيل ممكن نتقبل الفكره دي عادي، مفيش اي مشكله. بس النظره بقى الاجيال يعني بتاعتي هتبقى شايفاكوا برضو ما احنا قلنا بالظبط. طيب وانتي عادي تتقبلي ان هو يبقى ليه صديقه؟ الزوج يبقى ليه صديقه؟ انتي ولا جيل؟ لا الجيل، الكلام كله في الحلقه دي يا ستي عن الجيل. ما هو ده فهميكي. مش عارفه، بس حاسه ان الموضوع مش مطروح. لا انا هدي نفس الحقنه عشان مش عارفه. لا انا شخصيا مش عارفه، دبل ستاندرز بقى هيقولوا عليا دلوقتي ازدواجيه وبتاع. انا بصراحه بقى كبطيخه لا، انا ماليش في الكلام ده، مش موافقه. طيب يبقى انت مش موافقه ان هو يبقى له صديق؟ طيب عشان انتوا جيل مزدوج. ايوه انت عايزه الصديق، انت عايزه الصديق ومش عايزاه يبقى عنده الصديق. لكن احنا جيل لا انت ليك صديقه ولا انا عايزه الصديق بقى، شكرا. مقفوله. لا انت هتحاول بقى ولا انا احاول، عشان انت الصديقه بتاعتك هتقلب. ما احنا متفقين ان الصديق ده يقلب. صح. وانا موافقه ما يبقاش. انا ما عنديش مشكله في الصديق ان هو يقلب، يعني انا يعني لو في صديق هيقلب طب ما تمام خلاص. بس يعني هي الحته بتبقى اصل الواحد ما بيبقاش ناوي حاجه معينه، بس لو الصديق موجود وهو مش عايز يقلب، طب انت كده موقفني في حياتي. يعني انت لا ايه بقى؟ لا ما انت تبقي ناصحه بقى. يا اما تاخدي حبوب شجاعه وتواجهيه، يا اما تقلبي الترابيزه وتقولي له متشكرين انا جالي عريس. بس فساعتها يا روح شوف صديقه اخرى. على السلامه برضه. روح شوف صديقه. مهنا الثاني. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي على البدايات وعلى الصداقه. طيب الموضوع هختار حد يبقى شريك حياتي. بتختاروا بقى بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ يعني مبدئيا لازم يكون في بقى، هقول لك مصطلحات كتيره قوي دلوقتي. ماشي لازم ما يكونش حد توكسيك. انا عارفه توكسيك دي كانت على ايام. ماشي. اي نعم على ايامنا المتاخر شويه. مش يعني زمان كان اللي يضايقنا ده يتشتم ويتكسر ورا قول، يعني يقول انا كسرت ورا قول بس. حلو. توكسيك بقى دي الحته النظيفه بتاعت القول. المتعلمين. العلامة الصرف اللسان. يلا نسميه توكسيك. بس ففكرة ان هو ما يبقاش توكسيك، هو كده هيكون الشخص فيه عيوب. بس فكرة ان ايه في عيوب الواحد، يعني فكرة توكسيك دي اللي هو سام، ففي عيوب عادي تقدري تتقبليها، وفي عيوب لا سام مش هتعرفي تعيشي بيها. في عيوب وانا في عيوب، وهي فكرة ان احنا نتقبل عيوب بعض ونتعامل. اصل الناس بتستسهل دلوقتي توكسيك ماشي. لا انا دلوقتي بعيدا عن توكسيك ولا لا، انتي هتختاري، مش انتي يعني كجان برضه انتوا بتحبوا تختاروا مثلا بناء على الشكل، عشان السؤال يتفهم، بناء على الصفات، بناء على المستوى الاجتماعي، بناء على ماديا. ايه اهم حاجه بتبصوا لها الاول؟ اوكي هي طبعا دي كلها حاجات مهمه، بس انا عايزه اول حاجه ان احنا كجيل مش شخصيه لا كجيل حاسه ان احنا جيل مادي الصراحه. الصراحه بحب اعترافات. لا صريح. تمام. احنا كجيل كانت الافلام العربي مبوظه دماغنا، ففيلم حبيبي دائما وكده وبتاع، فاللي هو لا اهم حاجه الحب بقى، مش مهم بقى المستوى الاجتماعي، مش مهم التفكير والشخصيه، مش مهم انا حبيته وهكافح معاه وهنكسر الصخره اللي هناك. فاحنا كنا جيل لا كان البند الاولاني الحب الصراحه. وممكن عشانه نواجه بقى اهالينا ونتغاضى عن حاجات كتير علشان احنا حبيناهم. لكن انا برضو بحسكوا كجيل، وده انتي قلتيه دلوقتي، لا انتوا ليكوا حسابات تانية طبعا لازم تبقوا بتحبوهم، اكيد مش هتتجوزوا حد بتكرهوه، بس ليكوا حسابات تانية في العلاقه.
طيب العلاقه بقى نفسها شكلها نفسها ايه؟ يعني بتقعدوا تتكلموا مع بعض ازاي؟ هل تليفون اكتر؟ احنا برضو كنا يا خروج يا تليفونات. اوكي. كان ده اقصى حاجه في التكنولوجيا على ايامنا. انتوا بقى بتعملوا ايه؟ لا دلوقتي في ريلز. في انت نسيتي حته مهمه ولا دي مش ايامكم؟ الجوابات يعني يعني كان في بقى التكست الاس ام اس، يعني ما تحرجنيش، لحقت شويه في الاس ام اس. ممكن نبعت لبعض اس ام اس في شويه كلام نفسنا نقول. اوكي. بس برضو ده ما يمنعش ان كان في شويه جوابات. ايوه بس كان في اس ام اس. ما انا مش عايزه احس ان انا قديمه قوي. والنبي ربنا يخليك. مش هتك على الحته دي لا احنا عادي السوشيال ميديا بقى مسهله الموضوع كله. بس في ريلز بقى، في حاجه ربنا يخليه لنا استاذ عمرو دياب، يعني مدينا حبه دوز اغاني كده حلوين 30 سنه عمال بيغني واحنا بنبعت عادي. لا انا قصدي انت خلاص انت بحد في ان ريليشن شيب. طيب هنعمل ايه بقى؟ يعني بتتكلموا مع بعض ازاي؟ اصل انا بشوف الصغيرين وهم ممكن يبداوا خناقه وينوها. انت قصدك يوزنج الواتساب بس فيس تو فيس، يعني قصدك ولا تليفون ولا صوت، يعني عشان الخناقه بالكلام. يعني تكستنج. ايه الحياه التكستنج دي؟ طب ونبره الصوت؟ طب واعرف منين وقفش عليا؟ ما يمكن بيهزر. بالظبط. انا بلاقي مواضيع بتبدا وتتوغل وتقلب خناقه وتنتهي الخناقه ويرجعوا كيوت وحلوين وبيبداوا على واتساب وبيخلصوا على واتساب. العلاقه كلها مش خناقه كمان. يعني العلاقه كلها بتبدا على واتساب وبتخلص على واتساب عادي. لا انا اذا ما اتكلمناش هزقنا بعض في العلاقه تبقى في مشكله. الطاقه دي تطلع. لا لازم نتكلم بعض، يا ننزل نتخانق الخناقه بتاعت نسيب بعض. يعني يا بالتليفون يا مقابله، لكن لا التكستنج انتوا جيل خرافي بصراحه. ازاي بتعبروا عن مشاعركم بالكتابه؟ سهلناها. يعني بتعرفوا تكتبوا. ايه رايك؟ ولا عربي ولا انجليزي. علي حسن سلوك اللي هي على حسن سلوك. ماشي. انا دلوقتي في حته احنا ما ناقشناهاش. ايه؟ انتوا الموفينج اون عندكم ايه اخبار؟ يعني انا حاسه عندنا سريع، ودي حاجه الى حد ما انا شايفاها حلوه الصراحه. انتوا بتزعلوا جامد بس بتقلبوا بسرعه. يعني سريعه. اصدقائي الصغيرين ما بيجي يحكوا لي اساسا الكبيره اللي هنصحهم يعملوا ايه. ما علينا. فبلاقيهم مثلا بيزعلوا اسبوع 10 ايام. مش عايزه اكون يعني جادجمنتال قوي، بس اقصد ان الوقت بيبقى قليل قوي، وبعدين بلاقيهم عادي يعني هما موفد اون، وممكن عادي يسحبوا تاني ويتعرفوا تاني ويخشوا في ان ريليشن شيب جديده. اوكي. لا احنا جيل غلبان. احنا كنا بنقعد يمكن عشان كنا بنختار بناء على الحب، فكنا صعب نقلب. مش عارفه، انا بفكر معاكي والله. لا احنا عندنا لا الموفينج اون بياخد وقت ومجهود صعب. بنتعلق بالحاجه. انا عامه حاسه فيكوا الحته دي جدا. لا يعني ممكن نقعد سنين بنموف اون. ما انا عرفت. انا عرفت وشفت وما بنموفش اون يا جماعه. خلاص كانت علاقه وخلصت. صباح الفل. اصحاب الميلينيالز تعبني في الحته دي. يلا معلش. لا بنطول معانا شويه. انتوا جيل اسرع. يعني بيعمل ده بشكل، ودي حاجه مش وحشه على فكره. انا شخصيا معجبه بحاجه لان احنا بنتعذب برضه. ما انا لما شفت العذاب ده وبعدين ايه ده؟ طب ما الدنيا سهله. القله فين؟ ايه اللي القله بسبب بمناسبه القله والحته الوحشه دي؟ ايه؟ لما يعني قال لي الوداع بمناسبه عمرو دياب، هقول له ايه؟ قال لي الوداع وانا اقول له ايه؟ هتقولي له ايه؟ هقول له ايه؟ في 60 داهيه مع السلامه. خد الفيلم معاك والله ما هكسرك. ماشي، بس ما ده نرجع بقى لفكره الموفينج اون. احنا بنقول ده حقيقي. يعني انا زمان يعني في جيلنا لو اي حد كده الطرف التاني، يعني الناس للبنات بالذات تحديدا، يعني كنت برضو نادرا ما تلاقي واحده يتقال لها مع السلامه وتفضل تعافر لسه. اوكي. لا كنا يعني بنحترم ذاتنا. مع السلامه لا خلاص يعني مع السلامه. اوكي. ما بنقعدش نحاول تاني الا ما ندر يعني. اوكي. بس فبيبقى خلاص الموضوع انتهى، فبنقول له طبعا مع السلامه ونقول له تشيكش اللي قلنا ونخلص. انا شخصيا قال ده هقول له ايه؟ اقول له مع السلامه وخد ذكرياتك العيله دي معاك. السناده اللي مقوله كوريا
فيلم اللهم صل على النبي كان اسمه ايه؟ فيلم عسكر في المعسكر. ايوه ده جميل، ده فيلم جميل. ده أيوة. فيلم حلو قوي. طيب عايزه تضيفي حاجه تانية يا بطيخه؟ عايزه اضيف ان احنا كجيل موضوع العلاقات ده، انتوا انا عارفه ان انتوا شايفينه عندنا هوبا وسريع وكده، بس والله لا، احنا في فيلينجز وبنحس وكل حاجه، والواتساب والتكنولوجيا دخلت في الموضوع، بس هي مسهله لنا كتير. طبعا ليها عيوب طبعا، بس انا شايفاها الصراحه يعني اوبشن كويس. نحاول يعني كلام برامج بقى منى الشاذ، نحاول ناخد منها كويس ونسيب الوحش. طيب يعني ممكن نقول الكونكلوجن اللي بنقولها كل مرة، انه احنا مختلفين عنكم في طريقة الاختيار. احنا بنختار بناء على حاجات غيركم، كله موجود في الاخر، بس البداية بتاعت الاختيار مختلفة. احنا كنا رومانسيين، يمكن لو ده مصطلح يناسبنا اكتر. طبعا اكيد كان في جيلنا كده وكده، يعني احنا بنتكلم على الماجوريتي اللي كانت بتختار، الاغلبيه اللي بيختاروا بمشاعرهم اكتر. انتوا ليكوا اهداف تانية شويه. احنا التكنولوجيا كانت بالنسبه لنا عيب نستعملها في الحاجات دي. احنا التكنولوجيا اساس الموضوع بالظبط، انتوا من غيرها تحتاسوا ترجعوا صالونات في ساعتها. اوكي ما هي مش نافعه يعني، ماشي مش نافعه بالنسبه للناس الكبار بيضغطوا علينا، بس ترجعوا صالونات بسرعه. واحد صاحبي ما تعرفوش. اكيد هو يا منصور، افتح الباب بسرعه. انتوا بتموفوا اون بسرعه، احنا كالعاده عايزين نعيش في ميه اللي بنخلل شويه وبعدين نجيلكوا فايقين. نقعد شويه بس، اديني وقت، بناخد وقت في الموفينج. بخلص هنا وجاي. اعتقد هو ده اللي احنا قلناه، ويا ريت بيسمعونا بقى عندهم اي كونكلوجن تانية في فروق في قصص الحب وحكايات الصداقه بتبدا وتنتهي ازاي بين الجنس، يقول لنا. يلا باي باي يا بطيخه. باي باي يا فراولوس، هتوحشيني لحد المره الجايه. هننزل بعمرو دياب دلوقتي تاني. يلا بينا. ادينا واحد عمرو دياب، نعصب كله. قطعه عمرو دياب. شكرا يا عمرو دياب.